اليوم بدنا نتعلم طريقة عمل المكرون الفرنسي بالبيت بدون فشل وبأسهل طريقة. بلزمنا 80 جرام لوز مطحون حطيته بمحضرة الطعام. هذا بيجي جاهز من محل كاندي شوب. بنضيف له 80 جرام سكر بودرة وبنطحنهم مع بعض بمحضرة الطعام ليتجانسوا. طحنتهم مع بعض ليتجانس الخليط. هلأ بيلزمنا بيضتين بحرارة الغرفة، بنفصل البياض عن الصفار، بنترك الصفار على طرف وبنغطيه وبنتركه لنستعمله بعمل كريمة الزبدة. هلأ بنخفق بياض البيض بالمضرب الكهربائي، بنخفقهم على سرعة عالية، بعدين بننزل عليهم 50 جرام سكر بس على 4 دفعات بننزلهم. هلأ بنشوف المارينج صار مثل منقار الطير، ولو قلبنا الصحن ما بينزل منه أي شيء. هلأ بننزل عليهم دقيق اللوز والسكر البودرة اللي طحناهم مع بعض، ننخلهم أول شيء ومننزلهم. بعدين بنحرك بالسباتيولا. بنحرك بهي الطريقة. هلأ بدي افرد المكرون العجينة على اطراف الصحن مشان نطلع الهواء اللي فيه تماما. نفرد 3 مرات على اطراف الصحن وبنرد بنرجعها. بدي ضيف 3 نقط روح اللوز بيعزز النكهة، مشان نعرف إذا كان الخليط ناجح معنا وما عاد بده تحريك. لما بننزله من السباتيولا بنتأكد إنه هيك ما يتقطع، يكون بهي الطريقة، وبنتركه على الأقل 15 ثانية ما بيتحرك. هلأ هون بنضيف اللون وبنحرك. بدنا نزود شوي اللون لأنه بيفتح على الخبز، وطول ما عم حرك أنا انتبهوا إنه بطلع الهواء منه. هلأ بجيب كيس كريمة وبنزل عليه الخليط بهالطريقة. هاي لونته بالأخضر كمان، ممكن أصفر ممكن أزرق. هلأ بحط ورقة زبدة على الصينية وبنزل عليها دائرة مثل مو شايفين. بنتركه ضروري، هاي كمان النقطة كتير مهمة، نترك الصينية لمدة ساعة لحتى ينشف وش الخليط تماما. وبعد ما حطيته عم بخبط هيك الصينية خبطتين أو 3 لحتى يكون السطح مستوي. وأي فقاعة هواء موجودة بجيب عود الأسنان وبطلع أي فقاعة هواء. هلأ نقطة مهمة كتير، إنه بنكون محمين الفرن على درجة حرارة 180 درجة قبل ما ندخلهم على الفرن لمدة 12 دقيقة. بنشغل الفرن على الفاضي وبعدين بننزل درجة الحرارة ل 150 درجة. بنحط الصينية على الرف النصاني 12 دقيقة تقريبا، وهيك صار جاهز. بنطلعها من الفرن، بنتركها لتبرد تماما بالصينية، وبعدين بنشيلها من ورق الزبدة بنلاقيها بسرعة بتنشال، هيك يعني هي استوت. وهلأ بدنا نعمل كريمة الزبدة يلي بدنا نحشي فيها المكرون. صفارين البيضة اللي تركناهن بنحط عليهم 60 جرام سكر وبنحركهم، ورشة ملح، وبنحركهم منيح بالمضرب اليدوي ليفتح لونهم. وبنضيف معلقة صغيرة فانيليا. هلأ بنضيف لهم 60 مليلتر من الحليب وكمان بنحرك. بس تجانسوا بنرفعهم على النار مع التقليب المستمر ليسخن الخليط بدون ما يغلي. قبل الغليان بشوي بنطفي النار. هلأ بنحط إصبعتنا على المعلقة أو السباتيولا وبنعمل خط، بضل الخط هون بنعرف إنه هي تمام. وهلأ بنحطهم بمي متلجة مشان يبردوا بسرعة.
ولبين ما يبرد الخليط بنحط 100 جرام زبدة غير مملحة، نخفقها بالمضرب الكهربائي ليفتح لونه. بيكون برد الخليط، بنضيفه على 4 ل5 دفعات، بنضيف شوي وبنخفق بالمضرب الكهربائي كمان. وهلا بعد ما صار جاهز هنحطه بكيس الكريمة. وهلأ وصلنا لآخر مرحلة، هي حشي المكرون. ممكن نحشيها باللوتس أو النوتيلا أو الجناج أو كريمة الزبدة. هلأ أنا هون عم بحشي بالجناج، كتير بيطلع طيب معه. بنحط بهالطريقة ومنغطيها. هلأ هون حطيت لوتس كتير طيب، بتمنى الكل يعمل منه. هلأ هو ممكن نخزنه بالبراد بعلبة لمدة 3 أيام، أو نحطه بالفريزر 2 أو 3 شهور ما بيصير له شي. ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد.